ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل غزوة السويق. والسويق معروف وهو طحين القمح عندما يحمص القمح وكذلك الشعير ويطحن يسمى سويقا. وسميت هذه الغزوة بالسويق لأن أبا سفيان ومن معه من كفار قريش لما فروا أخذوا يتخففون بإلقاء ما معهم من أزودة وأطعمة، فكانوا يلقون السويق حتى يتخففوا ويتمكنوا من الفرار من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الذين لحقوا في ساقتهم. قال: ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، وكما علمنا أنهم ببدر هزموا شر هزيمة وقتل فيها أكابرهم، وعدد القتلى منهم 70 والأسرى 70، فرجعوا بشر هزيمة. ومن أيضا عقاب الله سبحانه وتعالى لهم أنهم لما رجعوا إلى مكة تواصوا بينهم ألا يبكوا على قتلاهم وعلى أسراهم، قالوا: لئلا يسمع بنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمت بنا. فهذه أيضا عقوبة لهم، لأن الإنسان إذا دمع وبكى وتألم يخف عليه ألمه. ولهذا بعض أهل العلم ومنهم ابن كثير قال هذه أيضا من العقوبة لهم، من العقوبة لهم أنهم تواطوا على عدم البكاء فبقوا بأضغانهم وحسرة صدورهم في البأس الشديد والنكال العظيم الذي لحق بهم في غزوة بدر. أبو سفيان نذر ألا يمس رأسه الماء حتى ينتقم. ولهذا يقول ابن كثير: ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك الانتقام. لكنه جاء متسللا لم يشهر مجيئه ولم يعلن، وجاء في 100 راكب، خرج في 100 راكب سرا وخلسة وخفية، فنزل طرف العريض. 200 راكب، وفي 200 راكب ونزل في طرف العريض. العريض كما هو معلوم عن المدينة من جهة الشرق. العريض عن وادي معروف باسمه إلى الآن، وهو عن المدينة جهة الشرق. والقادم من مكة يأتي من جهة الجنوب ومن جهة الغرب، الجنوب الغربي أو من جهة الجنوب، لأن مكة جنوب المدينة. فجاء إلى جهة العريض متسللا مع 200 راكب، وبات ليلة واحدة في بني النضير، وهم من قبائل اليهود الموجودة في المدينة، عند سلام بن مشكم أحد رؤسائهم، فسقاه، يعني آواه عنده وسقى، أطعمه تلك الليلة التي بات فيها، وبطن له من خبر الناس، أي أعلمه وكشف له بعض أسرار المسلمين، فبطن له من خبر الناس أي أعلمه من سرهم، يعني سر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا من النخل، جمع صور، وهو النخل الصغار أو النخل المجتمع،
قتل رجلا من الأنصار وحليفا له، قتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا أي إلى مكة. فقام بهذا العمل، يعني إفساد عدد من النخيل للمسلمين، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا إلى مكة. قام بهذا العمل كنوع من الانتقام. قال: ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإنذار، نذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه، يعني أعلم وأخبر عليه الصلاة والسلام بخبر أبي سفيان وأنه قام بكيت وكيت وأنه فر راجعا إلى مكة، فخرج في طلبه صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر، يعني منطقة، وقيل إنها قريبة من ما يعرف الآن بمهد الذهب، يعني قريبة من هذا المكان، ففر إلى هذه الجهة، يعني فر إلى مكة من جهة مهد الذهب. فوفاته، قال: وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، يعني هذا الإلقاء من أجل أن يتمكنوا من الفرار، لأن هذه الأزواد تثقل عليهم الحمولة، فلا يتمكنون من الفرار السريع، فأخذوا يلقون هذه الأزواد التي معهم من السويق، فسميت غزوة السويق، لأن المسلمون لا يزالون في طريقهم يلحقون هؤلاء، يلقون هذه الأزواد من السويق التي كان يلقيها أبو سفيان ومن معه تخففا من الحمولة ليتمكنوا من الفرار. قال: وكانت في ذي الحجة من السنة أي الثانية. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد كان استخلف عليها أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه.